بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الأول قسم زخرفة نظام الجدارات. بإذن الله النهاردة هنشرح ازاي نعمل انفراد المتوازي المستطيلات. ده كده الكتاب الخاص بتاعنا، وده شكل متوازي المستطيلات اللي احنا هننفذه. ده شكله لما نيجي نطبقه اللي احنا هنعلم عليه بالقلم الأزرق، وده شكله اللي هنعمله في الورقة. هنبتدي نحضر الأدوات بتاعتنا الهندسية. عندي هنا أنا هرسم انفراد لمتوازي المستطيلات أبعاد قاعدته 5 في 3، والارتفاع هيكون 6 سنتي. ابتدي اخد خط بالمسطرة، الخط ده هيكون الارتفاع بتاع متوازي المستطيلات. هعمل خط وسط او نقطة في النص، واقيس 3 من تحت و3 من فوق. طبعا الخط اللي في الوسط بيكون وهمي ويكون خفيف، واقيس من تحت 3 سنتي ومن فوق 3 سنتي، وابتدي اوصل النقط اللي انا اخدتها 3 فوق و3 تحت، يبقى 6 سنتي. ده الارتفاع. ابتدي اقفل المستطيل بتاعنا. اشوف بقى عندي الابعاد بتاعتي. الابعاد هتكون 5 في 3، يبقى انا هعمل مرة مربع مستطيل 5 ومستطيل بعديه 6. هبتدي اقيس بالمسطرة 5 سنتي واحط نقطة، هتكون نقطة من فوق ونقطة من تحت، وابتدي اوصل. بعد كده هقيس 3 سنتي، يبقى ضلع هيكون 5 وضلع 3، بحيث ان انا بعد ما اخلص الانفراد واجي اطبقه يطلع لي شكل متوازي المستطيلات. الشكل مثلا زي مثلا علبة الكبريت كده، نفس الشكل بتاع متوازي المستطيلات. يبقى احنا عملنا 5 3 سنتي 5 سنتي، نرجع نعمل 3 سنتي. هاجي بقى عند اول ضلع وابتدي اخد 3 سنتي. تخيل كده اي علبة وليكن علبة الكبريت هتلاقي مقفولة مربع عريض من على الجناب، مستطيل عريض من الوش، من الجناب هتلاقي مستطيلات صغيرة، ومن الجناب هتلاقي مستطيلات صغيرة. يبقى عندي هنا تحت هيبقى 3 سنتي وفوق 3 سنتي. اوصل كل ده. انا بشتغل بقلم رصاص وتكون الخطوط بتاعتي خفيفة. دي هنا 3 اهي ودي 3. ابتدي اعمل الألسنة اللي انا هبتدي اما اطبق المتوازي المستطيلات ادخلها كمادة لاصقة كده واقفل بيها بالشكل المجسم. طبعا ده في الجانب المهاري بنعمل الشكل دوت،
ونقفله مع الجانب المهاري. في الجانب المعرفي احنا بنعمل الشكل ده في ورقة وبنسلمها زي ما هي معمولة كده، لكن في الجانب المهاري بنبتدي نطبقها ونعمل ايه الشكل بتاع متوازي المستطيلات زي أي علبة بنشوفها. هنظهر بقى الشكل بتاعنا. طبعا اللي في الوسط دول بتبقى خطوط متقطعة، دي اللي هتتطبق. وبكده نكون احنا خلصنا الشكل بتاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.